قصدي ان انا احبطك، بس هي دي طبيعه الدنيا. انت ضاع من عمرك ساعات وايام، الساعه منه تشتري بكنوز الدنيا والاخره. محدش هيساعدك ولا يعينك على اللي انت عايزه ده. اعرف ان الحزن اكتر. انت فين بقى والناس دي فين؟ انت مالكش حجه خالص ان انت فيه ده. اتعلم عشان ما نيل المطالب بالتمني. مش هتيجي انك بتتمنى انك تبقى كويس، مش هتيجي انك تتمنى انك تبقى انسان تخش كلها نظيف، هي هتيجي بالمعافره. وعاوز اقول لك على حاجه، يعني انا ما اتعلمتهاش وانا قدك، بس اتعلمتها متاخر. فلو انت اتعلمتها بدري هتفرق معاك. الحاجه اللي ما بتحسش فيها بتعب، معافره، الدنيا معندك، ما بتجيبش نجاح. يعني ابسطها لك، لو انا دلوقتي قررت ان انا اعمل جدول بالليل للمذاكره، حلو، والصبح همشي على الجدول ده من الساعه 7، صحيت 7 لحد 10 بذاكر، لحد 10 بذاكر، هلبس واوصل الدرس الساعه 1، الساعه 1 في الدرس، رجعت الساعه 4 مثلا، الساعه 4 في البيت، هفضل اذاكر لحد الساعه كذا، انا هفضل اذاكر لحد الساعه كذا، خلص اليوم الدنيا تمام، انت ما عملتش حاجه. النجاح اللي في الظروف العاديه الطبيعيه من غير مفاجآت ده مش نجاح. بس انت بقى نعمل ايه لما تلاقي نفسك حاطط جدول مرسوم بالقلب، وتلاقي جالكم ضيف، حد من قرايبك، جدك، ستك، خالك، عمك، اي حد، ودخل، فانت مضطر تستقبله، وعلى الاقل مش هتقعد معاه طول القعده، بس هتقعد معاه شويه. او جاي مثلا معاه عياله اللي هم قريبين من سنك، فانت بتحب قعدتهم، فتتنازل عن ده، تقعد معاهم شويه وتخلع ومش عارف ايه. هتلاقي ان الموضوع ان انت بتحاول رغم الظروف اللي انت فيها دي صعب، رغم ان انا بشرح لك ظروف هبله. ظبطت المنبه، فالمنبه ما رنش او انت ما سمعتوش، فدخلت زياده ساعه ولا ساعتين كانوا من يومك، فانت اصريت ان انت توصل انك تخلص هدفك. هنا بقى اللي هو عارف انت النجاح اللي فيه ده حد التشالنج اللي بتخلي النجاح طعم. انما اللي رسم ظروف مثاليه فالدنيا ماشيه مثاليه مفيش نجاح كده. ولو انت بتبص على النتيجه النهائيه لاي حد ناجح تعويض، تبص على الهيلهوبا والهيلهوبا اللي اتعاملت معاه قبل ما انت تشوف الصوره النهائيه دي. فانا عاوزك تتعلم ان في ناس في ثانويه عامه زيك زيهم بياكلوا الاخضر واليابس، مش سايبين فرصه لاي لحظه ندم. انت سايب بلاوي الندم. يعني انا بس لو في الصفين 3 اللي قدامي اشاور لك على 10 تنفار اللي نام، واللي سرح، واللي ما زال لحد دلوقتي اصلا مش معانا، واللي بيحاول يركز في كل كلمه. انت في سبق يا بابا، والسبق مش هيرحم دلعك، هيرحم نعسانك. انعس براحتك ونام براحتك، وادي لنفسك مبادئ. انا سهران طول الليل، انا داخل البيت امبارح الساعه 4 الفجر وواقف قدامك ما حسستكش ولا حتى اتوبت قدامك، وعشان اجيلك فيها مش اقل من ساعه ونص. كل الناس اتحاجت، طب ما تديهم الحصه اونلاين. لا، اديهم اونلاين ليه؟ وانا اسيب 1% احساس ان انا ندمان ليه؟ احساس ان انا ما عملتش اللي عليا، وانا لو عملت اللي عليا وصحتي تمام التمام وكل حاجه تمام التمام، فين عملت اللي عليا؟ انت كده عادي. فين جوله تشالنج؟ فين التحدي؟ فين انت دوست على نفسك؟ النجاح ما بيبداش غير لما تدوس على ايه؟ على نفسك. فانا مش شايف حد من اللي قاعدين قدامي بيدوس على نفسه قوي، يعني تعض على الصوابع، سايب نفسك في كل حاجه. اتزنقت شويه، انا عاوز اروح حمام، طب ما تمسك نفسك، استرجل. الا اذا كان في تعب ومرض مش همنعك، بس يعني اصلا انا عاوز اغسل وشي، اروح وارجع. كتاك القرف، والله كتاك القرف. انت فاكر ان انت لما هتفوق يعني كده انت فوق؟ انت مش محتاج ميه تفوقك، انت محتاج ضميرك هو اللي يفوقك. فوق عشان كل ما تفوق بدري كل ما مساحه الندم قلت. وخدها قاعده كده، ما تسيبش فتفوتك محتمل ان هي في يوم من الايام تبقى ندم. ما تسمحش لنفسك تيجي موقف تبقى انت عملته يبقى سبب ندمك، ما انا كان في ايدي اعمل ما عملتش. فسامحني لو المره دي كنت قاسي عليك، وانما هي قسوه المحب. احنا هنتكلم عن حاجه اسمها استيقظ من غفلتك. في المرحله الجايه يا جماعه اي تراخي او تناقص هيحصل او اي تراكم للاسف مش هيكون كويس خالص معانا. ولذلك احنا بنلفت نظر الناس يا جماعه ان زي ما احنا بنقول نصف المرحله خلص، فما ينفعش نفضل يا جماعه نتعامل بنفس السلوك اللي في الاول. احنا كل شويه عمالين نقول هيركز وهيفوق وهيرجع، وبعض الناس مش عايزه خالص تتخلص من اللي هي بتعمله. لا يصح ابدا يا جماعه لاي شخص ان هو يظل طول حياته مستمر في هذه الغفله، عمال في غفله في غفله في غفله في غفله في العباده، في غفله في العلم، في غفله في كل امور حياته. ده ما ينفعش. انت ضاع من عمرك ساعات وايام، الساعه منه تشتري بكنوز الدنيا والاخره. مش ممكن، ما ينفعش يا حبيب قلبي. ما ينفعش تبقى انت دايما غافل عن كل اللي مطلوب منك، غافل عن عبادتك، غافل عن علمك، وعمال تراكم متاخر وتسال الناس طب انا اعمل ايه؟ يا حبيب قلبي التغيير
يبدا من عندك انت، من عندك يعني انت تعاهد ربنا سبحانه وتعالى انك هتلتزم، والالتزام ده بيكون في كل نواحي حياتك زي ما قلت لك. تلتزم في عبادتك، تلتزم في صلاتك، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعينك بقى كمان وتنضبط في علمك. فما تقعدش تسال الناس اعمل ايه اعمل ايه، اسال ربنا سبحانه وتعالى الاعانه والتوفيق وابدا بتغيير حالك. والناس يا جماعه اللي عماله تقول لنا، الطلبه اللي كل شويه تبعت لنا اصل انا عندي ظروف، امبارح بكلم الناس عندي ظروف عندي ظروف عندي ظروف. يا جماعه مين قال لك ان كل الناس مش زيك؟ هي الفكره كلها انك بتقاوم ظروفك دي وتحاول انك تكمل. يا جماعه اوعى تكون فاكر ان انت بس اللي بيكون عندك ظروف والناس ما عندهاش. كل الناس يا جماعه عندها ظروف. مين قال لك ان الدنيا ماشيه معانا بتضحك طول الوقت؟ مين قال لك كده؟ ما احنا الدنيا زينا زيك، النهارده فرحانين بكره في حاله حزن، النهارده في حاله سلامه بكره في مرض، النهارده في حاله اجتماع مع الاهل بكره بنفارق حد. كلنا زينا زيك، ولكن الفكره ان احنا بنقوم ونحاول نقاوم الظروف دي عشان نحقق اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه، ان احنا ننفع الناس. فقوم وانفع نفسك عشان تعرف تنفع الناس، واعرف ان الحياه عمرها ما هتبتسم على طول. هي كده، هي الدنيا اذا سرتك يوما هتعمل فيك ايه بقى؟ هتحزنك اضعاف ما فيها سررت. سيبك بقى من كل اللي انت عمال تقوله ان انا عندي ظروف وان انا مش قادر، وزي ما قلت لك قوم واستعن بالله وربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيوفقك. ولن تلقى هذا التوفيق الا لما تنضبط في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. اما طول ما انت مقاطع للصلاه، هاجر لقرانك، بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، تشعر بهذا الضيق، محاضرات عماله تتراكم عليك وانت حاسس ان الموضوع تقيل، قوم وغير حالك وعاهد ربنا عهد صحيح. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصلح من شأنك، يقومك، يعينك على اللي انت بتعمله. واوعى تنسى قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلو انت صدقت ما عاهدت الله عليه، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك وهيسدد خطاك.